يا جماعة الخير، القصة دي حصلت في الجيزة. بطلتها أم عجوز عدت ال80 سنة. دخلت قسم الشرطة وهي بتترعش وقالت للظابط: يا بيه، ابني وجدي نزل من السعودية واتصل بيا مرتين، أول مرة قبل ما يركب الطيارة، وتاني مرة أول ما وصل مطار القاهرة، وقال لي هروح آكل لقمة عند مراتي نادية وأولادي سامح وسماح، وهاجي بكرة أقعد معاكي. ومن ساعتها التليفون اتقفل وأنا قلبي وجعني، حاسة إنه في خطر. الضابط في البداية استغرب وسألها: حضرتك شاكة في حد؟ أيوة يا بيه، أنا شاكة في مراته نادية، ست سمعتها مش حلوة، وأنا اللي طلبت من ابني ينزل مخصوص علشان يطلقها أو يرجعها على الطريق الصح. وبالرغم من إن الضابط حاول يهديها، لكن حكايتها كانت غريبة ومليانة شكوك. الضابط بدأ يتحرك، راح للمطار وسأل، وكانت المفاجأة: وجدي فعلا نزل من السعودية، لكن السؤال راح فين؟ ما راحش عند مراته ولا عند أمه ولا حد يعرف له طريق. وبعد تحريات اكتشفوا ان مراته نادية كانت على علاقة بسواق اسمه أحمد فرغلي، والناس في المنطقة بيقولوا ان سلوكها مش تمام، وانها جابت له تاكسي من فلوس جوزها اللي شقيان بيها في الغربة من 22 سنة. الأم فضلت تروح القسم كل يوم لحد ما ربنا بعت دليل. في يوم سواق تاكسي دخل القسم وقال للضابط: يا بيه، أنا لقيت شنطة فيها متعلقات واحد راكب معايا، فيها دولارات، ريالات، جواز سفر وتليفونه. الضابط شاف الاسم: يا نهار أبيض، دي شنطة وجدي. السواق قال إن هو وصل 2 ست وبنتها وطلعهم من وسط 1000 واحد، وكانوا نادية وسماح. هنا بدأت النهاية. التحقيقات كشفت إن نادية وعشيقها أحمد فرغلي قتلوا وجدي أول ما وصل بيتها، دفنوه في الحوش وسرقوا فلوسه وتليفونه. ومش بس كده، بنتها سماح كانت شريكة في الجريمة وخدت حكم 10 سنين. أما نادية وأحمد فكان مصيرهم الإعدام شنقا. بس أحمد كان ليه طلب غريب قبل ما يموت. قال لعشماوي: من فضلك ما تحطش الطاقية على دماغي، عايز أشوف الدنيا قبل ما أسيبها، عايز أشوف الناس بتبصلي إزاي. لكن عشماوي رفض ولبسوا الطاقية وتم تنفيذ حكم الإعدام. الجريمة ما بتكملش، واللي بيخون وبيأذي لازم يدفع الثمن. بس السؤال: كان ست نادية عايشة وسطينا؟ كام قلب أم بيحس بالخطر قبل ما يحصل؟ خلي بالك من قلب أمك، لأنه دايما صحي.